مساء النور يا احلى جمهور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا جدعان انا عارف ان بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، معلش والله يا جدعان غصب عني ودي غلطه مش هعملها تاني. وحابب اشكركم جدا على ال 100 متابع. انا عارف ان بالنسبه لكم حاجه قليله جدا، وممكن واحد يكتب في كومنتات يقول لي ايه يعني 100 متابع، انا ممكن اجيبهم في يومين كده عادي. ساعتها ارد عليه اقول له يا عم كل واحد وحظه، كل واحد ورزقه. وانا عارف ان دولت قليلين جدا، بس انا بالنسبه لي حاجه كبيره. يعني انا عارف ان دولت هيوصلوني اللي انا عايزه، واللي بيحب حاجه لازم يتعب عشان يوصل لها. وطبعا النهارده الفيديو بيتكلم عن قصه حقيقيه، احكي لكم قصه سارو الهندي. والقصه دي يا جدعان اقسم بالله حقيقيه مش بحور عليكم. بس قبل ما نبدا يا زميلي هتنزل تعمل متابعه على القناه وبعد زر الجرس عشان احنا عايزين نوصل ل 500 متابع. لو القصه عجبتكم اكتبوا في الكومنتات عشان الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله اطلع الكومنت على الفيديو واقول ده قال حلو وده قال وحش. فاهمين؟ لو عندك قصه وعايز تقولها كلمنا على الانستا وانا هطلع اقول يا جدعان ده فلان قال وفلان قال، ونشوف القصه هتعجبهم. كوبايه قهوه، كوبايه شاي، دون هدوء وتعالى معايا. طبعا يا جدعان هحكي لكم قصه سارو الهندي. ايه قصته وايه السبب؟ القصه بتتكلم عن ايه؟ هحكي لكم واحده واحده. اول حاجه سارو من الهند، ولد عام 1981. ابوه وامه منفصلين. اول لما امه جابته هي وجوزها اتطلقوا. طب سارو عايش مع مين؟ سارو عايش مع امه واخوه واخته. اخوه اسمه جودو واخته اسمها شكيل. سارو كان فقير جدا، يعني بص يعني هم كانوا عايشين في اوضه، يعني شارع وفي اوضه وهم عايشين فيها، يعني عايشين تحت سقف وباب مفيش باب. فامه كانت بتجيب الطوب عشان تبني بقيه الاوضه، يعني انت تكمل بقى الاوضه بعد كده تعمل صاله بعد كده تعمل مطبخ ومش عارف هما بيشخوا فين ولا بيعملوا. فبدأ سارو ان هو ينزل يشتغل مع اخوه. نزلوا يشتغلوا ايه؟ كانوا بيروحوا محطة رقاق وبيساووا فحم عشان يروحوا يبدلوه باكل، يعني بيجيبوا فحم يروحوا الراجل بيبدلوا باكل. فجه يوم من ايام سارو كان رايح الشغل مع اخوه، وساعتها سارو كان نايم وما كانش فايق، يعني كان نازل وما كانش فايق خالص. فاخوه قال له اقعد هنا لحد ما اروح اجيب حاجه واغلب. قعد سارو حوالي ساعه اخوه ما جاش، فقال ايه انا هروح اقعد في القطر. قعد في القطر نام. صحى سارو بعد 14 ساعه من النوم ولقى نفسه في مكان تاني، يعني لقى نفسه في بلد، يعني بلد غير بلد. فقام سارو يدور على حد يعرفه عشان يوصله البيت. ما كانش يعرف اسم بلده ولا اي بتنجان. ان سارو كان قاعد في وش مطعم، لقى واحد بيبص له بصه غريبه، اللي هو يا اختي كميله يا اختي كميله. الراجل اخده وداه المطعم اكله واخده على دار الايتام. قعد فتره لحد ما ربنا رزقه، جات له ناس من استراليا. جات الناس اخدته وسافرت بيه استراليا. بيبتدي سارو يعيش حياه الاغنياء، يعني ما يغني، يعني اللي هو بقى ماسك فلوس بقى كاسات يوقع كاسات وكاسات وعيش حياته، وحياته بقت مختلفه خالص. بس سارو مش فرحان، نفسه يرجع لامه يقعد في حضنها. غبي. انا نفسي اخد هدومي كده وامشي، والله اتفزايا كده اخد هدومي. بدأ سارو يتعلم انجليزي لحد ما بقى شاب كبير، بقى رجل اعمال في كلية سياحة وفنادق. لحد ما سارو لقى واحدة بنت حلال كده ربنا يرزقنا بيها، وهي دي اللي هتوصله لعيلته. طب ايه الحوار؟ طب ازاي هي اللي هتوصله؟ ركز معايا يا زميلي. سارو حب البنت دي وعملوا شله اللي هي شله الرجاله مع البنات، يعني فاهمين. المهم دخل سارو في علاقه مع البنت دي، يعني حبوا بعض وارتبطوا ببعض ليه يا رب؟ ليه؟ نفسي الاقي كلب اكلمه. فجه في يوم من الايام اتجمع هو واصحابه، قعدوا في شقه وكان صاحبهم هند. فصاحبهم ده دخل عمل حلاوه، حلاوه اللي هي حاجه حلوه عشان محدش يفهم غلط. حلاوه لا اللي هي حاجه حلوه يا جدعان. فالحاجه حلوه دي كان سارو بيحبها عشان اخوه كان بيجيبها له يعني. فدخل سارو لوحده، دخل المطبخ وبيبص على الحلاوه، على الحاجه حلوه، في حاجه حلوه، وقعد يعيط. فدخلت البنت بتاعته قالت له مالك بتعيط ليه؟ سارو قال لها القصه من اولها وقال لها ان هو كان تايه ومش لاقي اخواته وامه والقصه يعني من اولها. فالبنت بتاعته قالت له على برنامج اللي هو خريطه اهو. وبدأ سارو يتعلم على البرنامج ده وقعد فتره ياما وقعد يعرف هو ركب القطر منين، طب هو فين، وفلان وعلان، لحد ما سارو لقى المكان اللي هو مكان اهله ان هو تاه منه. هو المكان اسمه خندو.
وراح صاروه طار من الفرحه وكان فرحان جدا جدا يعني لدرجه ان هو كان فرحان قوي. ويبتدي صاروه يودع اهله اللي هو اهله اللي هم ربوه يعني. ووصل صاروه المنطقه ودخل البيت وفجاه ملقاش اهله. ايه ده؟ ما هو البيت هو لقى معيز وبقر. فجه صاحب البقر والمعيز فصاروه قال له فين الناس اللي هم كانوا ساكنين هنا وبتاع. الراجل قال له فطلع الراجل، هو الراجل تقريبا اخرس، فطلع الراجل قدام فشاور له على البيت. فدخل صاروه لقى امه وقعد يعيط صاروه من الفرحه، والناس كلها كانت في الشارع قاعدين بيسقفوا وفرحانين وكانوا بيعيطوا مبسوطين. بس للاسف صاروه ما لقاش اخوه. فسأل امه بيقول لها فين اخويا يعني؟ قالت له مات. طب مات ازاي؟ فاكرين لما هو كان قال له اقعد واتاخر عليه وما جاش وبتاع وصاروه ينام في القطر والكلام ده. ساعتها هو كان ميت، كان مقتول، اتقتل على يد صاحب القطر. وبس كده، وهي دي القصه. اقسم بالله العظيم يا جدعان القصه دي حقيقيه، مش بحور عليكم. انا عارف ان القصه، بس القصه دي يا جدعان والله حلوه هتعجبكم. القصه هي اللي حلوه عشان ما حدش يفهم غلط. القصه هي اللي حلوه سالم. وبس كده، لو عجبك الفيديو يا زميلي هتنزل تعمل تابع القناه وفعل زر الجرس عشان عايزين نوصلوا ل 500 متابع في اسرع وقت. واكتبوا الكومنتات القصه حلوه ولا وحشه، عشان ان شاء الله الفيديو الجاي هطلع الكومنت بتاعك واقول لك يا جدعان ده الحلو وده الوحش. امين. واللي عنده قصه وعايز يقولها كلمني على الانستا وانا هدخل واقول فلان هو اللي قال لي على القصه دي، وايه رايك يا جدعان حلوه ولا وحشه والكلام ده، وبدعمك يعني هصيطك. بص انا صياد على التيك توك وتابعنا على التيك توك، وعشان الصفحه بتاعتي صفر فايه خشوا تابعوني وقولوا لي اللي انتوا جايين من هنا. يعني انا هروح انزل فيديو قولوا لي اللي انتوا جايين من هنا. بس كده يا زميلي، سلام. الله اكبر الله.